مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ الحقيقه انا غبت عنكم اليومين اللي فاتوا دول عشان كنت قاعده بتفرج على المهزله اللي حصلت. كنت قاعده بتفرج على ان لو الكلام مشي يمين هنوجهه بقدره قادر للناحيه الشمال، لانه دخل في دماغنا كده سبحان الله. ما دخلش في دماغ الجماهير كلها الزملكاويه بالشكل اللي احنا اتفرجنا عليه ده، ولكن دخل في دماغ بعض الاعلاميين بطريقه مختلفه. فخليني اشرح لكم ايه اللي حصل وايه اللي اتكلمنا عليه وايه اللي حولناه وايه اللي نفضنا ان احنا نحوله عشان كان على هوانا شويه. الإعلامي أحمد سالم طلع وقال لك إيه بعد اللي بيحصل من إبراهيم سعيد وبعد اللي حصل من كهربا إن هو طلع لقح على شيكابالا. طلع الأستاذ أحمد سالم وقال لك إنه بيحكي موقف الأول وبيقول لك إيه، بيقول لك أنا كنت رايح الماتش، قابلني حد من الجماهير قال لي أنا لو قابلت إبراهيم ده همسكه أضربه. أوكي، بيحكي موقف. وبعدها راح معلق اتكلم كلام كتير جدا انك تكاد تكون كل جماهير الزمالك والاهلي برضو كلهم شافوا التصريح ده، ومن وجهه نظرنا ما فيهوش اي حاجه تسيء، ما فيهوش اي حاجه فيها تحريض. هي بالنسبه لنا كلنا وبالنسبه لودنا اللي سمعناها هي عباره عن تحريض زير. يعني من الاخر بالبلدي بيقول له ايه، بيقول له يا ابراهيم انا كنت ماشي في الاستاد كده، كنت رايح اتفرج على الماتش، حد من الجماهير قال لي لو شفته هضربه عشان هو مستفز. طب يا ابراهيم ليه نوصل المواضيع بالشكل ده؟ ليه نوصل ان الجماهير تحتقن بالشكل ده تجاهك؟ طب ما تتكلم بطريقه كويسه، لان انت هتقابل الشخص المتعصب وهتقابل الكويس وهتقابل الهادي و بدا بعض الاعلاميين يقول لك ايه، الاستاذ احمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك بيحرض، اللي يقول لك بقى بيحرض على القتل، واللي يقول لك بيحرض بقى مدي تهديد من تحت لتحت، واللي يقول لك بيحرض الجماهير. جماهير النادي الزمالك نفسهم ما وصلهمش الاحساس اللي وصلك ده، بس هو الاحساس جاي على هواك، انت فهمته كده، انت فهمت الكلام كده عشان انت عايز تفهمه كده. فلو احنا هنمشي نفس مبدأك انه الكلام بيحمل معنيين، فدي كانت ثغره ليك خليتك تتكلم وتقول ان هو بيحرض، مع ان كلنا عارفين الاستاذ احمد سالم بعيدا تماما عن مساله التحريض. وكمان في اللقاء بتاعه او في البرنامج بتاعه قال لك ايه، قال لك بعد اللي حصل مع الاهلي واحنا عايزين الدنيا تبقى هاديه ما بين الاهلي والزمالك، بس احنا ما بصيناش لكل دوت ومسكنا ايه الثغره دي، قلنا الله يلا نلعب شويه. طب احنا لو هنركز مع الكلام اللي بيحمل معنيين وبدل ما نركز مع الزمالك فقط او اي شخص يخص الزمالك، طب ما تيجي نبص كده على الناحيه الثانيه مع بعض ونشوف هنتكلم ولا لا. الشيبي انا ما اعرفوش بس بقول له مسخت قوي، لان لو مشيت في الموضوع بتاعك دوت وحسين الشحات خد يوم، هتستفاد ايه؟ هيستفاد خاصة ان هو قدم اعتذار اكتر من مره. لا هيستفاد ايه؟ وبعدين انت فكرك ان الشيبي لو حصل كده وفضل مكمل كده هيبقى ليه يوم في مصر هنا عيش؟ مش هيقدر يقعد في مصر خالص. الاستاذ محمد عبد الجليل طلع قبل كده ضيف في برنامج وكان بيعلق على ازمه الشيبي وحسين الشحات، قالها صراحه، قال لك ايه، الشيبي اللي حسين الشحات لو اخد يوم واحد يا شيبي، هو انت فاكر ان انت هتعرف تقعد في مصر؟ مش هتعرف تقعد في مصر يوم واحد. فهل ده بالنسبه للاعلاميين اللي تناولوا موضوع الاستاذ احمد سالم وكلام الاستاذ احمد سالم على صدرهم قوي كده، هل ده بالنسبه لكم يعدي مرور الكرام؟ يعني هل ده تهديد صريح للشيبي؟ طب هل ده ممكن يوصلنا بقى مش مساله بقى ازمه ما بين الجماهيرين، لا دي ازمه ما بين دولتين، أزمة ما بين علاقات، يعني هتأثر في العلاقات ما بين المغرب وما بين مصر. لما نطلع نقول للاعب ليه حق، لما نطلع نقول للاعب اتسبله الدين، لما نطلع نقول للاعب اتضرب بالقلم في قلب الملعب قدام الجماهير، قدام أمة لا إله إلا الله، قدام دولته ودولتي، فبياخد حقه بالقانون اللي هو أو بالطريقة اللي هو شايفها قانونا، نطلع نقول له لو حسين الشحات خد يوم واحد مالكش قعد في مصر، مش هتعرف تقعد في مصر. ليه بقى نفس الإعلاميين دول ما تناولوش موضوع الاستاذ محمد عبد الجليل بنفس المنطق اللي تناولوا بيه الموضوع من جهه الاستاذ احمد سالم؟ ما هو نفس الكفه، ما هو التهديد في الحالتين مرفوض بشكل او باخر، مرفوض. ولكن قلت لك مليون مره طبق العدل. لو دماغك سوحتك لموضوع استاذ احمد سالم وفهمته بالطريقه دي، اشمعنى ما فهمتش موضوع الاستاذ محمد عبد الجليل بنفس الطريقه دي بما ان الطريقه واحده؟ بل بالعكس، لو هتركز فيها هتلاقي ان استاذ محمد عبد الجليل قالها بطريقه اكتر فظاعه. لكن الاستاذ احمد سالم كان ايه؟ كان بيقول لك انا بحكي لك موقف فليه نوصل الامور لكده. لكن الاستاذ محمد عبد الجليل قال لك ايه؟ قال لك انا بقول للشيبي لو حسين الشحات خد يوم مش هتقعد في مصر. تهديد صريح. فليه نفس الاعلاميين اللي تناولوا موضوع احمد سالم بالشكل ده ما تناولوش موضوع محمد عبد الجليل بالشكل ده؟ ولا هو بقى من الاخر علشان اللي اتكلم ده كان لابس ابيض؟ اصل لو حاجات في حتت تانية بتعدي عادي وبنكتم عليها عادي، زي ما كتمنا كده على الحركه اللي حصلت في العاب الصالات لنيره الاحمر، كتمنا عليها ومحدش اتكلم عليها خالص، مع ان مجلس اداره الاهلي كان موجود، بس احنا عملنا نفسنا مش واخدين كالعاده. احنا على طول بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا.
لكن لو حد لابس ابيض يا بنركز قوي يا اخي، بنركز قوي يا اخي، حتى لو مش قايل الكلام بنحاول نعوج له بقه انه قاصد. ما هو لابس ابيض. انتوا اللي بتوصلوا لنا الاحساس ده، لانك مش عامل كفه ميزان صح. بلاش اعلاميين، ما تيجي نبص على تصريح كولر اللي لسه طالع لنا امبارح كده. اذا لم يصبح الاهلي بطلا للدوري المصري للمره ال 44 ستشتعل النار. لو الاهلي ما بقاش بطل الدوري ستشتعل النار. طيب نكمل التصريح. لان النادي الذي يملك الملايين من الجماهير محكوم عليه دائما بالفوز، واذا نجحت في تحقيق الفوز بالبطوله كل شيء سيكون على ما يرام، وفي حاله الخساره تتغير الرياح. يعني ايه تتغير الرياح؟ يعني ايه لو كسبت الدنيا هتكون على ما يرام، لكن لو خسرت الرياح هتتغير. ولو الاهلي لم يصبح بطلا للدوري للمره ال 44 ستشتعل النار. انا ما بفهمش لغه عربيه، ممكن توضح لي يعني ايه ستشتعل النار؟ ممكن توضح لي؟ طبعا انت هتقولها من وجهه نظرك وغيرك هيقولها من وجهه نظره، لانها تحمل معنيين. كولر بيهددنا، حضرتك ما طلعتش اتكلمت ليه؟ كولر بيهددنا، بيقول لك النار هتشتعل، النار هتشتعل واحنا في حر مش هنستحمل النار. ما طلعتش تتكلم ليه يا استاذي اعلامي اللي مسكت احمد سالم سلخته كده في الكلام وقعدت تهين فيه؟ ما طلعتش اتكلمت ليه انه لا يا كولر ايه اللي انت بتقوله ده؟ هتقولي لا اصل كولر ما يقصدش كولر يتكلم على الجماهير انه الجماهير هتتضايق يعني فطلعت منه غصب عنه كده انه قال ستشتعل النار. انا ماليش دعوه، هو قال ستشتعل النار، اذا بيهددنا، اذا بيبعت رساله مبطنه ان لو الاهلي ما بقاش بطل الدوري للمره ال 44 النار هتشتعل. ده قال لك لو كسبت الدنيا هتبقى تمام، قالها لك صريحه، لو كسبت الدنيا هتبقى تمام، لو خسرت هتتغير الرياح. الله، تقصد ايه يا كولر؟ انت بتهددنا يعني الاهلي لو ما بقاش بطل الدوري الدنيا هتشتعل؟ الله، انتوا بتهددونا يا جماعه، ما تطلعوش تكلمتوا ليه؟ احنا مهددين يا جماعه، الحقونا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده اللي انا عايزه اوصله لك، ان احنا مستنيين لبعض على الواحده، احنا عمالين نكتشف ثغرات، احنا قاعدين للثغرات. خلينا نكون بس واضحه وصريحه معاك الاول واقول لك انه التهديد بشكل او باخر مرفوض قانونا وانسانيا واجتماعيا وكل الاشكال وكل الانواع. التهديد مرفوض طبعا، تهديد مرفوض حتى لو كان مبطل، التهديد مرفوض يعاقب عليه القانون. ولكن ما ينفعش ان حاجه ما فيهاش تهديد او انت شفت لها ثغره من وجهه نظرك ان هي تحمل معنيين، زي ما انا جبت لك كذا تصريح دلوقتي، او خلينا نركز في تصريح كولر اكتر لان هو يحمل معنيين، لكن التصريح الثانيه كانت واضحه وصريحه، كان تهديد واضح وصريح. طب انت في التهديد الواضح وصريح ما تناولتوش بنفس الطريقه اللي تناولت بيها كلام استاذ احمد سالم اللي بيحمل معنيين. كولر اللي كلامه بيحمل معنيين ما اتكلمتش فيه، ولكن اتكلمت في تصريح استاذ احمد سالم من كتر اللي ابراهيم سعيد عمال بيعمله 24 ساعه واحنا بنسكت. فمره نتكلم ونقول له يا ابراهيم عيب، مره نتكلم ونقول له انت ازاي انت ما عندكش محتوى تاني، انت مركز يا ابني في حاجه تانيه. على كده وقت طويل جدا عمالين نتكلم مع ابراهيم سعيد لحد ما وصل الامر هنا، فراح طالع قايل له يا ابراهيم انا في حد قابلني في الاستاد قال لي 1 2 3. فليه نوصل المواضيع لكده؟ لانك زي ما هتقابل الشخص المتعصب هتقابل الهادي، هتقابل اللي اعصابه فلتة منه، هتقابل الشخص اللي بيقدر يتحكم في اعصابه. احنا كلنا مختلفين عن بعض، احنا مش نازلين من طبعه واحده يعني، مش مطبوعين احنا، فكل واحد شخصيته مختلفه، كل واحد رد فعله مختلف. فبيقول له يا ابراهيم ليه نوصل الامور لكده؟ فعيب قوي لما الاعلام يتناول الموضوع على انه تهديد. انتوا اللي دخلتوا في دماغ الجماهير كلها ان هو بيحرض، مع العلم ان هو لما قال الكلام ده كان الكلام مفهوم بالنسبه لنا جدا. واحد بينصح واحد بيقول له عيب، ما طلعتش منكم، ما حدش منكم طلع قال عيب، ما حدش منكم طلع قال ان ده احتقان، ده هيسبب احتقان للجماهير. ما حدش منكم طلع قال له كده ليه؟ للشخص اللي هو تسبب في الكلام ده كله. ولكن كلنا سيبناه يعمل كده، ولما استاذ احمد سالم بقى جاب اخره وقال له عيب، طلعتوا تهاجموا احمد سالم، طلعتوا تهاجموه ووجهتوا الكلام في حته ثانيه. محدش منكم قال لابراهيم سعيد عيب، محدش قال لكهربا ركز في مبارياتك وبطل بقى تكيد في الزملكاويه، محدش فيكم طلع اتكلم عن استاذ خالد ابو بكر لما طلع قال لك الدستور بيقول ان الاهلي يكسب، محدش فيكم بيتكلم لما في اعلامي بيطلع يزعق ويقول لك لا الاهلي لازم يكسب، محدش فيكم بيطلع يزعق على التصريحات اللي انا قلتها لك دلوقتي، على تصريحات كولر، ولا على كلام استاذ محمد عبد الجليل، ولا على كلام الاستاذ تامر امين، ولا عن كلام ابراهيم سعيد، ولا عن كلام كهربا اللي بيطلع يلقح 24 ساعه وسايب تدريباته، ولا حد فيكم بيتكلم عن كل ده. ولكن لو في صوت زملكاوي يتكلم نحول كلامه، نقول له لا انت تقصد كذا، ونواجه الدنيا كلها. لان انا شفت ان فجاه الدنيا كلها تحولت انه استاذ احمد سالم يقصد كده، مع انه هو ما يقصدش كده،
هو ابعد ما يكون ان هو يقصد حاجه زي كده. ده اكتر شخص هادي وعاقل وراسي انت ممكن تقابله في حياتك على فكره. اكتر شخص عاقل ومثقف ومدرك تماما لكل الكلام اللي بيقوله، بس احنا حاولنا كلامه عشان احنا عايزين نحاول كلامه. الحقيقه لو دورتوا هتلاقوا مليون تصريح. اللي انا عرضته لك دوت حاجات بسيطه، ولكن لو انت دورت بنفسك هتلاقي حاجات اكتر من كده بكتير، حاجات تحمل نفس الكلام بتاع استاذ احمد سالم، وحاجات تانية اوضح وصريحه اكتر، حاجات مباشره تانية موجوده. ولكن هل الاعلام تناول الكلام ده؟ لا، ما تناولهاش، ولكن هو تناول بس التيشيرت الابيض.